لأول مرة هقولك لو أنت أقل من 18 سنة اخرج من الفيديو، لأن قضية النهاردة مجرد تخيل أحداثها مرعب وصادم في غمضة عين وأصل الحكاية. لكن قبل ما نبدأ حضر مشروبك وحط السماعات، ولو جاهز يلا نبدأ قصة النهاردة. قضية النهاردة من السعودية في مدينة الإحساء، وتحديدا حي الشعبة. القضية اللي حيرت الشرطة لأن كل تفصيلة فيها تعتبر لغز، وبدون مبالغة تفسيرها مرعب وصادم. وفي الأول وكالعادة خلينا نتعرف على أسرة الأستاذ علي. أسرة مكونة من 12 فرد. الأب علي عباس الفرج 49 سنة، والأم الأستاذة فاطمة ربة منزل، واللي ربنا رزقهم بزينة الحياة الدنيا، المال والبنون. 10 أبناء، 7 بنات و3 أولاد، أكبرهم 22 سنة وأصغرهم سنة ونص. أستاذ علي شخص ميسور الحال، وفي بداية سنة 2020 قرر إن هو ينتقل هو وأسرته لسكن أكبر وأفضل. خد بالك إن قلت لك سنة 2020 لأن السنة دي تحديدا هيكون ليها دور في حل اللغز من وجهة نظر الشرطة السعودية، وأدق التفاصيل اللي هنقلها لك أثناء السرد الهدف منها مش الإطالة، الهدف إن أعيشك كل لحظة داخل القضية. نرجع تاني للأستاذ علي وزوجته اللي كانوا مشغولين بتجهيز شقتهم الجديدة واللي كانوا هينقلوا لها في خلال فترة قليلة، فكانوا أغلب الوقت بره البيت عشان يبدأوا في فرش وتجهيز الشقة الجديدة. وفي يوم الأربع الموافق 14/7/2020 قرروا إن هم ياخدوا 5 من أولادهم وهم الأصغر سنا، لأنهم في اليوم ده وبالتحديد كانوا هيتأخروا في الشقة الجديدة عشان طبعا كانوا قربوا ينتهوا من التجهيزات الأخيرة قبل النقل. وبعد يوم طويل بين وقت المغرب والعشاء بيرجع أستاذ علي وزوجته ومعاهم أولادهم ال5 اللي كانوا معاهم لبيتهم المقيمين فيه في الوقت ده، واللي المفروض انه سايب فيه اولاده ال5 الكبار اللي سنهم بيتراوح من 22 سنة ل 14 سنة. ويحاول الاستاذ علي يفتح الباب لكن الباب مش بيتفتح، ويخبط على اولاده ومفيش اي استجابة، حتى بالاتصال عليهم مفيش رد. معقول 5 مش سامعين الباب ولا سامعين تليفوناتهم؟ وهل ممكن يكونوا ال5 في نفس الوقت خرجوا وسابوا البيت؟ ويقطع الوالد سيل التساؤلات ده ويقرر ان هو يستأذن من جاره اللي في البيت المجاور ليه عشان يدخل من سطح البيت عنده لسطح بيته. وفعلا الجار ما يكونش عنده اي مانع ويوافق. يعدي الاستاذ علي وينزل من السلم الداخلي لبيته عشان يعرف فيه ايه. واول حاجه غريبه بيلاحظها بعد دخول البيت هي حاله الصمت اللي بتسود المكان، وكأن مفيش اي حد في البيت. وهنا قلقه بيزيد عشان يبدا يدور على اولاده في البيت كله. وفي غرفه من الغرف بيلاقي بناته ال4 على الارض مذبوحين، وابنهم جثته متعلقه فوقهم ومشنوق. وبالرغم من الصدمة وشلل فكر الأب من مشهد شايف فيه نص أولاده ماتوا، أكتر من سؤال سأله لنفسه ليه وإزاي ده حصل. وبيفكر وهو رايح يفتح الباب في نفس الوقت هيقول لزوجته إيه، عشان يقرر إنه يفتح باب البيت اللي كان مقفول من الداخل ويخرج ويكلم الشرطة ويبلغهم بالحادثة. الشرطة بتحضر لموقع الحادث ومعاينة مسرح الجريمة، واللي كان واضح من الوهلة الأولى إن تم ذبح ال4 بنات في مكان واحد، وده لأن ما كانش فيه أي بقعة دم خارج الغرفة اللي كانوا فيها، أو حتى علامة أو دليل يقولوا ان تم نقلهم بعد قتلهم للغرفة دي بالتحديد. وده معناه ان دي ما كانتش مجرد جريمة، دي مجزرة جماعية. بس السؤال ازاي ده حصل ومفيش حد من الجيران سمع اي صوت استغاثة؟ وازاي مفيش اي حد من البنات حاول انه يقاوم او حتى يصرخ؟ وكأنهم كانوا مسلمين باللي بيحصل وما عندهمش اي مانع. وده كان باين في مسرح الجريمة لان مفيش اي علامات عنف او حتى مقاومة لا على الجثث ولا في المكان. وهنا الشرطة كان لازم توصل للجاني، وخصوصا ان القضية بين يوم وليلة تحولت لقضية رأي عام. والبديهي هو مراجعة كاميرات المراقبة، واللي ما جابتش حد دخل أو خرج البيت طول اليوم. واللي زود القضية تعقيد إن أداة الجريمة مش موجودة، كأن اللي نفذ الجريمة دي كان شبح. عشان كده الشرطة بتبدأ تحرياتها واستجواب كل الناس اللي ليهم علاقة بأسرة الأستاذ علي. ونظرا لحالة الأسرة فكان السؤال الوحيد اللي ممكن يتسأل في ظروف زي دي هل ليكم أي عداوة أو خصومة مع أي حد؟ والإجابة كانت لأ. وده اللي أثبتته تحريات الشرطة إنها فعلا أسرة علاقتها طيبة مع كل الناس اللي حواليهم، سواء الجيران أو الأقارب. وحتى لو فرضنا إن ليهم عداوة مع حد، فمين اللي ممكن يعمل جريمة بالبشاعة دي؟ خد بالك إن لسه ما كلمتكش عن الجثة ال5، جثة مؤيد الأخ الخامس لل4 بنات، واللي كان مشنوق معاهم في نفس الغرفة. والسؤال يا ترى هو ليه مؤيد مش مذبوح زيهم؟ وده
ليه تفسيرين، بس عشان ما نسبقش الأحداث خليني أقول لك تفسير الشرطة. لو أخدت بالك الحادثة كانت سنة 2020، والسنة دي تحديدا كانت بداية فيروس كورونا، وفي الوقت ده ما كانش فيه ولا مدارس ولا حتى دوام كامل، فكان المنفذ الوحيد لمجموعة الأطفال أو الشباب دول وشغل وقت فراغهم هو ألعاب الفيديو جيم، واللي للأسف أغلب الألعاب المنتشرة في وقتها ولحد وقتنا الحالي هي ألعاب بيغلب عليها الطابع الدموي والعنف. ولأن فترة الكورونا طولت فبالتالي الوقت اللي كانوا بيقضوه قدام الألعاب دي كان برضه بيطول، والأب والأم غايبين عن البيت ومشغولين، وده اللي خلاهم يعتادوا على المشاهد الدموية اللي موجودة داخل الألعاب دي، وكان هو السبب الرئيسي إن بقى عندهم هوس نفسي بالعنف ومشاهد القتل، وده اللي استندت إليه الشرطة في توجيه اتهامها لمؤيد إن هو القاتل ومرتكب الجريمة، وبعد ما قتل إخواته انتحر. قد تكون هناك بالفعل دوافع نفسية، طالما أنه الأخ هو اللي يعني قام بهذا الفعل الشنيع فاحتمال يكون أنه في عامل نفسي كبير. الألعاب الإلكترونية عامل مؤثر وكبير ولها دور كبير، سواء كانت الألعاب الإلكترونية أو الميديا بشكل عام يعني. وزي ما قلت لك ده كان تفسير الشرطة، ولأن القضية بيحوم حواليها شبهة جنائية فكانت الشرطة متحفظة على الجثث في الطب الشرعي، وبعدها يتم الإفراج عن الجثث عشان الأستاذ علي ياخد جثث أولاده ال5 وينقلهم لمثواهم الأخير بمساعدة أهل المنطقة والجيران. مطلوب منا جميعا أن نترك عنا القيل والقال في الموضوع، وأن نترك الأمر يأخذ مجراه عند الجهات الرسمية، أما أنه يقول كذا وصار كذا وحصل كذا ويوجه الاتهام لفلان أو فلتان. وبالرغم من إن القضية دي تعتبر لغز ما اتحلش لحد النهاردة، فيجي دور التفسير التاني واللي البعض شايفه منطقي والبعض بيكذبوا، والتفسير ده المتهم فيه هو أخو الأستاذ علي عم الضحايا، وده طبعا لأن هو الوحيد اللي عارف مداخل ومخارج البيت، وهو اللي عارف إن الأب والأم مش موجودين وتحديدا في الوقت ده، وهو اللي ممكن وجوده بالنسبة للضحايا ما يكونش مفاجئ أو حتى مخيف. ومش عايزك تنسى إن أستاذ علي دخل من سطح الجار اللي جنبه، ومع اختفاء أداة الجريمة وإن مسرح الجريمة مرتب بشكل غير طبيعي وباب البيت مقفول من الداخل، فأكيد مؤيد ما ذبحش إخواته وأخفى أداة الجريمة وقفل الباب وشنق نفسه، لأن بمنتهى البساطة لو هو من الأول واخد قرار إنه ينتحر بعد ما يقتل إخواته فمش هينظم البيت ولا هيخفي أداة الجريمة ولا حتى هيفكر إن هو يقفل الباب، لأن في وضع زي اللي هو كان فيه وده على افتراض إن هو فعلا مرتكب الجريمة، ففي وقت زي ده أكيد مش هيقدر يفكر بهدوء وترتيب كده. عشان كده البعض خمن إن مؤيد تم شنقه وتحليقه عشان الشرطة تفسر التفسير اللي وصلت له إن مؤيد هو الفاعل وانتحر بعد تنفيذ الجريمة. ومن ضمن التخمينات فالبعض قال إن الجار اللي أستاذ علي دخل من عنده ممكن يكون هو برضه مرتكب الجريمة، بما إن الدخول والخروج من بيته سهل وفي نفس الوقت الأولاد عارفينه، وكل ده هيفضل في إطار التخمينات والتكهنات، وخصوصا إن واحد لوحده ما يقدرش ينفذ جريمة زي دي، والأهم إن مفيش أي دافع عند عمهم أو حتى عند الجار لارتكاب الجريمة. والسؤال اللي ممكن يجي في بالك دلوقتي، هل الأطفال الصغيرين اللي كانوا مع الأب والأم لو كانوا موجودين في قلب البيت كانوا هيلاقوا نفس مصير إخواتهم الأكبر؟ وتفضل القضية دي لحد النهاردة لغز ما تمش حله، وفي غمضة عين أب وأم بيفقدوا نص أولادهم في مشهد صعب إنه يتنسي حتى لو مر عليه 100 سنة. والقضية دي ممكن تكون جرس إنذار لينا كلنا عشان نخلي بالنا من ولادنا اللي بيقعدوا بالساعات على الموبايل بيلعبوا ألعاب إحنا مش عارفين الألعاب دي إيه ولا عندنا أي خلفية عنها. واللي ممكن بمنتهى السهولة تدس السم في العسل وتوصل لأولادنا أفكار فيها دموية وعنف أو فيها أي شذوذ فكري أو شذوذ من نوع آخر. ومش عايزك تستغرب اللي أنا بقوله لأن الكلام ده موجود من زمان، بس للأسف إحنا اللي في غفلة، وده اللي كنت اتكلمت عنه قبل كده في فيديو المداح، أسرار وحقائق مرعبة، واللي أتمنى إنك تشوفه عشان تعرف فعلا جزء من مخطط مرسوم لابني وابنك. لحد هنا ينتهي دوري عند السرد وبس، أما الحكم في الأول وفي الآخر فهيكون ليك. دمتم في أمان، سلام.